السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف محمد أشرف. في حاجة كده عايز أقولها لكم. حصلت امبارح وحصلت أول امبارح ومن النهاردة. خلي بالكم يا جماعة، موضوع المية. مية لو لقيتوها بتنزل من حنفية لون أبيض أو لون أسود أو لون مسود كده، من يوم يعني زي لون حاجة حديد متصدي ولا أي حاجة زي دي، يا بلاش يا جماعة تشربوها. نازل منها لون أبيض ولا أي حاجة برضه بلاش. ممنوع تغسلوا بيها أطباق، ممنوع تغسلوا بيها غسيل الهدوم، ممنوع تستحموا بيها، ممنوع تشربوا منها، ممنوع تغسلوا أطباق وكوبايات، أي حاجة زي دي ممنوع خالص. عشان الكلام ده بيجيب سرطانات، بيجيب سرطانات. يا جماعة بلاش بعد إذنكم. كل واحد يخلي باله من نفسه ويخلي باله من عياله وأهل بيته، بعد إذنكم، عشان ما فيهاش ظواهر في الحاجات زي دي. بعد اذنكم لغايه ما ربنا يفرجها. والميه هتتقطع من الساعه 1 بالليل لغايه الساعه 6 الصبح ان شاء الله انزل الله. الكلام ده من التنفيذ من بكره بالليل، من تنفيذ من بكره بالليل، وربنا المستعان. كل واحد يخلي باله من عياله ويخلي باله من اسرته ويخلي باله من امه وابوه ويخلي باله من زوجته ويخلي باله من عياله يا جماعه. والله العظيم يا جماعه بيجيب سرطانات. حد ما يشربش ميه من حنفيات. حد عايز يجيب ميه من حنفيه الميه ولا اي حاجه، يجيبها ميه معدنيه. ربنا يستر عليكم. السلام عليكم.